السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ امور مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو في الفيديو نصلوا على الحبيب. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام. المهم اليوم غتشوفوا معايا طريقه عمل هاد عباد الشمس. بصراحه طالبينو ليا بزاف السيدات طريقه العمل. انا مهم خدمت لكم اليوم على شكل ورده، وكاين اللي كيخدموه نيت في يعني مفرش حتى هو كيجي مزيان. المهم انا خدمته هكا على شكل ورده وجا الشكل ديالو مزيان. المهم اليوم عندنا حصه تعليميه لهاد ورده عباد الشمس. غتشوفوا معايا الطريقه، انما الطريقه ديال الورقه ديالو فايت ليا وحطيت طريقه العمل. المهم نبداو على بركه الله. بسم الله. ناخذ الخيط يعني المارو، هو اللي يكون اما مارو ولا الكحل في الاسود، يعني في البدايه ديال هاد الورده. غنخدمو عمود وعمود تاني والعمود الثالث. المهم غنخدمو فيها 10 الاعمده في الدور الاول. عندنا 10 اعمده باش مطولوش بزاف في الفيديو. هانتوما 10 الاعمده اللي خدمت، وغادي نجمع الدور. نلاقو الدور ديالنا ونخدمو عمود في نفس المكان العمود الثاني، يعني كل عمود فوق 2 اعمده. بعد ما كانوا 10 الاعمده غيولوا عندنا 20 كما قلت لكم، كل عمود فوق 2 اعمده، يعني عندنا 10 غيولوا عندنا 20. نستمروا في الخدمه. المهم غير تبعوا الخطوات، حتى حاجه ما صعيبه ولله الحمد. طريقه سهله كما كنقول لكم دائما في الفيديوهات ديالي، وممكن نخرجوا بها تشكيلات ونويعات زوينين ديال الكروشي. وهكا نزينوا بالمناديل ديالنا ونحطهم في مزهريات هكا كيجي زوينين في البيت. هانتوما لكل عمود فوق 2 اعمده. المهم كنركز مع الكاميرا وكنركز مع الخدمه، ما كنداش في الكاميرا كتهرب ليا على الخدمه، سمحوا لي يعني. ونستمروا. هانتوما هنا اللي كملت الدور الثاني. اما بالنسبه للمفرش اللي غنخدموا به فيه هاد عباد الشمس، يعني نكبروا الادوار، وباذن الله نحط لكم طريقه العمل في المفرش اللي كيجي الشكل ديالو رائع الصراحه، بهاد على شكل ورده. وهنا غادي نغيروا اللون وناخذ اللون الاصفر، وغادي نخدم هاد الضرس اللي كيكون في الورده في الجنب ديالها. غادي نخدم عمود كما قلت لكم، مركزه مع الكاميرا كتهرب ليا ومركزه مع الخدمه تقريبا فاقده التركيز، معليش. ونستمر. هانتوما خدمت 2 اعمده في مكان واحد، وغادي نخدم سلسله 1 2 3 4 5 ونخدم عمود عمود والعمود الثاني في نفس المكان. 2 اعمده في مكان واحد. ها 1 2 عندنا 2 اعمده وعندنا
نفوتو مكان عمود ونخدمو في العمود الثاني. شفتوا فت هذا وغادي نخدم في الثاني، يعني بيناتهم نخلو مكان فارغ ونخدم 2 أعمدة، 1 2 ونخدم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 ونلف الخيط ونرجع نخدم 2 أعمدة. نستمر هكا، نلف الخيط نخدم 5 سلاسل ونلف الخيط ونخدم 2 أعمدة، نستمروا هكا في الخدمه. كما كنقول لكم دائما هي الخدمه سهله، ما فيهاش حاجه اللي صعيبه. هانتوما نفوت عمود ونخدم في الثاني، نفوت هذا ونخدمو في الثاني 2 أعمدة، و5 سلاسل. هانتوما الشكل ديالها بدا كيبان. باقي لنا الدور الاخير، غادي نكمل الدور كله نفس الخدمه. وهنا يلاقي الدور مازال عندنا الدور الاخير. كما قلت لكم كتهرب ليا الكاميرا، ما كنركزش، كنكون يعني خدامه كتهرب ليا شويه الكاميرا، ولكن معليش كلشي كيبان. هنايا عمود الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، ونخدم سلسله 2 3 وغادي نرجع نخدم دريس. هانتوما اللي غادي نجمعو بمنزلقه، نرجع للعمود الاخير ونخدم منزلقه ونخدم 5 الأعمدة الجهه الثانيه، 3 4 5. المهم 5 الأعمدة في كل جهه. هاهي الخدمه بدات كتبان. وهنايا غادي نخدم غرزه حشو باش نجمع هاد الاوراق تبان مزيان. هانتوما وهنايا 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. 5 أعمدة، 3 سلاسل، 1 2 3. نرجع نخدم دريس و5 أعمدة. المهم نستمروا هكا. عندنا 5 أعمدة في كل جهة، وفي الوسط نديرو دريس. كما قلت لكم هانتوما كتشوفوا الكاميرا مره كتهرب ليا وما كنديهاش فيها حيت مركزه مع الخدمه، ولكن راه باين الدرس كله، معليش سمحوا لي وصافي. هنايا نخدم غرزه حشو بيناتهم. هنايا اللي كملت الدور الاخير كما كتشوفوا.
وغادي نقطعوا الخيط، نحاولوا نثبتوه مزيان بالكروشي باش ما يتحلش لينا. المهم هذه اللي خدمتها صغيره، اما اللي كنت خادمه فيها 8 الاوراق، هنا فيها غير 6، غير باش يستافدوا الناس اللي كيتعلموا من القناه. يعني غادي نحاول نقطع هاد الخويطات اللي كيكونوا زايدين. نقوها من الخيط. اما قلت لكم الكاميرا كتهرب ليا، ما كنجيبش الخبار. نحيدو هاد الخيوط اللي يكونوا زايدين فيها. هانتوما ما غاديش نخدم على المصلوح، يعني غادي غير نجبدهم هكا باش ما نطولش لكم في الفيديو بزاف. ولا كان هكا ندوزو على المصلوح او الحداده يكون احسن، حيت بالنسبه لخدمه الكروشي ضروري تبقى واقفه، خاصها ضروري ندوزو على المصلوح. هانتوما الشكل ديالها اللي جا رائع ما شاء الله. كما قلت لكم مهم نحاولوا نخدموا بحال هاد الحويجات اللي نحطوهم نزينوا بهم المنازل ديالنا، يعني ما نبقاوش بلاش. المهم انا من الناس اللي كنرتاح في الكروشي، بيني وبينكم الفراغ ديالي كيلقاوني الناس مع الكروشي. المهم نخدموا هكا وريضات ولا مفروشات ولا خديديات ولا اللي كان، المهم نخدموا كروشي. ممكن نلقاو روسنا خدمنا شي حاجه زوينه للمنزل ديالنا. هنايا عندي هاد العود كابل ديال الضو اللي كنت سبق ليا ولويت عليه هكا الخيط، ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو بزاف. عندي هاد الورقه اما قلت لكم اللي سبق ليا وحاطه الطريقه، اما قلت لكم ما بغيتش نطول في الفيديو اكثر من هذا الشيء باش نخدم تاني الورقه. لا ما بغيتش نطول بزاف. والمهم هانتوما غادي نثبتها هكا، وباذن الله تعالى غادي نحط لكم فيديو اللي فيه هاد الورده في المفرش باذن الله تعالى. هانتوما الشكل ديالها مزيان. كما قلت لكم هاد الخيط ديال الضو كيبقى ثابت، يعني ما يتهرس ما والو. كما بغيتو نعوجوا الورده نعوجوها، يعني ما يتهرش لينا. نصيحه يعني عوض ما نديرو عود من الخشب نديرو كابل ديال الضو او خيط ديال الضو، كيجي احسن. ندورو عليه الخيط نصدقوا رابحين ورده ما تهرس لينا ما والو. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ولا عجبكم الفيديو لا تنساو البصمات ديالكم قبل التعليق باش ما تنساوش، حطوا البصمه قبل ما تكتبوا التعليق باش ما تنساوش. وهنايا عندي مزهريه اللي سبق لي حطيت فيها واحد الوريضه، ولكن غنبقى نبدل الورده يعني، والمزهريه غتبقى هي نغير الورده مره نزرع فيها ورده شكل. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو. ولا عجبكم الفيديو مره اخرى ما تنساو البصمات ديالكم حطوهم. وهانتم الشكل ديالها خلي التعاليق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.